السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ام اس كي من قناة يلا انجليزي، والنهارده معانا مجموعة من الكلمات هتفيدك جدا. حضر ورقة وقلم ويلا بينا نبدأ الفيديو. تعرف الفرق ما بين الكلمات دي؟ spell, spill, spoil, split. spell يعني يتهجى. I can spell words. spill يعني يسكب. be careful or you will spill the juice. أما كلمة spoil يعني يفسد. you spoil your children. أما كلمة split يعني يقسم. split يقسم. advise وادفايس. كلمة advise فعل. advise بتتكتب بالاس بتنطق بالزد وهي اصلا فعل. I advised him to see a doctor. I advised him to see a doctor. I advised him to go home. I advised him to go home. advise فعل بتتكتب بالاس وبتنطق بالزد. اما الكلمة الثانية advice والكلمة دي لا تعد، هتتكتب بالسي وتنطق بالس. advice ما تقولش advices. advice some advice. My advice is to see a doctor. My advice is to see a doctor. نصيحتي ليك انت تشوف دكتور. advise ينصح فعل. advice نصيحة وهي اسم. anxiety التوتر أو القلق. a feeling of worry or nervousness. a feeling of worry or nervousness يعني إحساس من القلق أو التوتر. والمثال بيقول he felt a surge of anxiety. He felt a surge of anxiety يعني هو شعر بموجة من القلق. والصفة من كلمة anxiety anxious و anxious يعني متوتر أو قلق وبتساوي word. anxiety اللي هو التوتر أو القلق، والصفة منها anxious اللي هي متوتر أو قلق. فرق ما بين كلمة affect و effect. إن affect هو الفعل و effect هو الاسم. كلمة affect زي ما قلنا هو ده الفعل الverb، يعني تصريفه كمان تصريف منتظم. affected ومعناه يؤثر على. smoking affects your health badly يعني التدخين بيأثر على صحتك بطريقة سلبية. أما effect يعني تأثير. smoking has a bad effect on your health يعني التدخين له تأثير سيء على صحتك. has a bad effect. يبقى effect معناها يؤثر على، و effect معناها التأثير. تعرف ايه الفرق بين كلمة breathe و breath؟ breathe بالإي معناها يتنفس، أما كلمة breath من غير الإي معناها النفس. migrate معناها تنقل من مكان لمكان وتعيش هناك يا إما مدى الحياة أو تعيش هناك مؤقتا. ودي ممكن تيجي مع هجرة الإنسان أو مع هجرة الحيوان. Some animals like crabs, whales or birds migrate every year. This is known as annual migration. بعض الحيوانات زي الكرابز اللي هي السلطعون أو الويلز اللي هي الحيتان أو الطيور بتهاجر كل سنة، ودي معروفة. This is known as annual migration. annual يعني سنوي، وmigration اللي هي الهجرة. The family decided to migrate to Australia to provide a better education for their children. العيلة قررت إن هي migrate تهاجر to Australia to provide علشان توفر a better education تعليم أفضل لأطفالهم for their children. Emigrate. بتخرج من بلد وتروح بلد تانية وتعيش فيها مدى الحياة. My grandparents emigrated from India in 1980. لأن أجداده هاجروا من الهند سنة 1980. Immigrate ودي معناها ان انت تدخل لبلد جديدة وتعيش فيها مدى الحياة. Immigrate. My grandparents immigrated to Australia in search of better job opportunities. يعني جدوده الجدود بتوعه يعني هاجروا من مكان ما راحوا استراليا. immigrated to هاجروا الى استراليا يعني علشان يلاقوا better job opportunities فرص عمل افضل. وكلمة in search of يعني بحثا عن. anecdote زي كده حكاية صغيرة أو رواية صغيرة. short humorous account or story. والمثال بيقول he told a funny anecdote about his day at work. يعني هو قال لنا قصة مرحة كده عن يومه لما كان في الشغل. anecdote يعني قصة صغيرة مرحة. clique وكليك يعني شلة لأن هم مجموعة ناس مع بعض ما بيقبلوش حد يخش عليهم، تقريبا بيعادوا الناس اللي بره المجموعة دي. الشلالية يعني شلة. وتعريف الكلمة دي بيقول a small group of people who spend time together and who are unfriendly to people who are not in the same group. يعني هم شلة مع بعض مش عايزين حد تاني يبقى معاهم. والمثال بيقول he became part of the clique يعني بقى جزء من الشلة. clique شلة. impediment
impediment يعني عائق. something that makes progress, movement or achieving something difficult or impossible. يعني حاجة بتخلي الحركة أو التقدم والحاجات دي كلها صعبة أو مستحيلة. والمثال بيقول The main impediment to development is the country's huge debt. العائق الأساسي للتطور في البلد دي هو إيه؟ الديون الكتيرة. huge debt يعني ديون كتيرة. impediment يعني عائق. cupidity 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 وcupidity معناها طمع أو جشع أو رغبة شديدة cupidity وبيساوي بالإنجليش كلمة greed وgreed يعني طمع strong desire يعني رغبة شديدة. والمثال اللي معنا بيقول His cupidity made him enter the abandoned gold mine despite the obvious dangers. His cupidity made him enter the abandoned gold mine despite the obvious danger. والجملة دي معناها إن جشعه خلاه يدخل منجم الذهب المهجور رغم الخطر الواضح. طبعا لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وكومنت وشير وسبسكرايب للقناة لو ما كنتش مشترك. السلام عليكم. وبكده يكون الفيديو النهارده انتهى، واتمنى طبعا يكون عجبكم، وطبعا ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير الفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من المتابعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.